الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جعلوا للناس أئمة خير وبر. أيها الأحبة الفضلاء، إن يومنا هذا هو يوم عيد، يوم من الله جل وعلا علينا فيه بأن نفرح بفضله سبحانه، والفرح بنعمة الله جل وعلا هذا من القرب، فالله جل وعلا جعل في ديننا فسحة كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. ونحمد الله حمدا كثيرا أن بلغنا رمضان وأن أتمه علينا جل وعلا بفضله وكرمه، فنسأله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم سائر الأعمال، وأن يجعلني وإياكم عنده من المرضيين، وأن يرحمنا وأهلينا أجمعين أحياء وأمواتا بفضله جل وعلا وكرمه. أيها الأحبة الفضلاء، الفرح بنعمة الله، الفرح بطاعة الله هو الذي أثنى عليه ربنا جل وعلا، فقال جل ذكره: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند ربه، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فأسأل الله الذي من علي وعليكم بالفرحة الأولى والفرحة بعد الفطر أن يمن علي وعليكم وعلى المسلمين بالفرحة عند لقائه سبحانه. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالفرحة عند لقائه سبحانه، ونجعلني وإياكم من المرضيين. أيها الأحبة الفضلاء، إن شعائر الله جل وعلا لا تنتهي، وإن فرائضه قائمة بالعبد إلى أن يلقى الله جل وعلا. فالذي من الله جل وعلا به علينا في رمضان بالصيام والقيام، كيف ننتكس بعده ونعود بعده القهقرة؟ بل لابد أن نستمر على طاعة الله مستعينين بالله جل وعلا، فإن من علامة قبول الحسنة بعدها. إذا كنت محسنا فأدم الإحسان، إذا كنت معظما لله جل وعلا في رمضان فعظمه في كل آن، فإنه هو الذي ينعم عليك ليلا ونهارا، وتفضل عليك جل وعلا في السر والجهر بأنعامه الفضيلة. فربنا جل وعلا يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحمد الله جل وعلا على نعمه، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله. وربنا جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنشكر الله ونعلم أن من أعظم ما ينجي من هذه الفتن وهذه الأمور التي تمر بها البلاد وتقع بين الناس هو الالتجاء إلى الله وكثرة التضرع إليه ودوام طاعته والاستقامة على شرعه. والاستقامة عباد الله هي المطلوبة من العبد. أما الذي يعبد الله تارة ويغفل عن عبادته تارات، فكيف يقبله الله جل وعلا وهو معرض عن الله؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل طالبا منه الوصية قال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي دوام الطاعة، وأعظم الكرامة الاستقامة. أعظم ما يكرم الله جل وعلا به أولياءه أن يرزقهم الاستقامة على دينه. وربنا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي الله عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله علام الغيوب مفرج الكروب ستير العيوب، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الفضلاء، هذا يوم التوسعة، يوم الصفح والعفو، يوم التسامح، يوم التقرب إلى الله جل وعلا بطاعته والامتثال أمره والإحسان إلى الفقراء والتوسعة على العيال وصلة الأرحام. يوم يجب علينا أن نستمر فيه على طاعة الله، فأنا نطلق النظر إلى النساء وإلى سماع الأغاني والمنكرات. يا من من الله عليك بسماع كلام الله الباري، كيف تسمع كلام الشيطان؟ كيف تسمع كلام الشيطان؟ يا من أكرمك الله جل وعلا بالسخاء والعطاء،
في رمضان متأسيا بنبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا يوم الإحسان إلى الفقراء. عليك أن تؤدي زكاة الفطر إن لم تكن أخرجتها، فهذا واجب متحتم على كل إنسان ملك ما زاد عن وجبته يوم العيد وليلته، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر فريضة عنه وعمن يعول. كذلك أحبة الكرام، الإنسان يحرم عليه في سائر الأحوال قطيعة الرحم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الرحم كما قال الله جل وعلا: من وصله وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وربنا جل وعلا يقول في تنزيله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن أراد سعة الأرزاق فليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فيا عبد الله، الواجب المتحتم عليك أن تصل رحمك. يقول كثير من الناس: إنهم أساءوا إلي، إنهم ظلموني، إنهم أخذوا حقي. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي يصل من وصله، هذا ليس واصلا، إنما هذا يرد المرة بالمرة. لا، من هو الواصل؟ الذي تقطع رحمه وهو يصلها، أي الذي يسيء إليه أرحامه ومع ذلك يحسن إليهم. كلما ازدادوا سوءا كلما ازداد إحسانا. هذا هو الواصل، وهذا هو الذي يحبه الله، وهذا هو الذي قال الله فيه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الأحبة الفضلاء، يجب علينا كذلك مراعاة نسائنا بأمرهن بالحجاب والستر والبعد عن مخالطة الرجال، وأنها لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا، لا ابن عم لها ولا ابن خالها ولا زوج أختها، فذلك من المنكرات. فالمرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا عن زوجها ومحارمها، ويجب عليها الوقاية من كل ما يغضب الله جل وعلا، وأن تستر بعورتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة. الحديث في الترمذي. أيها الأحبة الكرام، يجب علينا كذلك أن نعلم أن الله جل وعلا فرض علينا هذه الفرائض خيرا لنا وأمنا لنا، فمن أراد الأمن والأمان فعليه أن يعود إلى توحيد الرحمن وإلى طاعته جل وعلا، فكما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن ولا استقرار للبلاد والعباد إلا بتوحيد الباري، إلا بالعبادة له وحده سبحانه. فالشرك يا عباد الله سبب للخوف وسبب للرعب، والمعاصي سبب لتسلط الأعداء، فإنما تسلط العدو علينا بسبب معاصينا وبعدنا عن ربنا. أسأل الله جل وعلا أن يكفيني والمسلمين شر الأشرار. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا البلد أمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أيد المرابطين في سبيلك، اللهم سدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.